السلام عليكم غالياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. قبل ما نبداو في لا فيديو ما تنساوش الصلاه والسلام على رسول الله. وليتكم فيديو واحد اخر نشارك معكم اجواء عند ميمتي. مازلني مع هذه السلسله تاع اجواء العيد في دارنا، ان شاء الله تكون خفيفه عليكم. ما تنساونيش تعليق شباب كيما نتوما، وخلوا لي لايك باش يطلع الفيديو ويشوفوه عدد كبير من الاخوات. شكرا وفضلا وليس امرا خياتي. وقبل ما نبداو ما تنساو عطروا السنتكم بذكر الرحمن. كما راكم تشوفوا هذا المشاغب الصغير كنتو سمعتوه في الاول كان يضحك عليها زعما. شوفوا لو كانت تلاقى هو ولد خويا ما همش بعاد على بعضهم في العمر، كانوا سيروا ميما كانوا غادي يهبلوها. احنا لولو غير الحس تاعها اكثر منها، ما همش قاعد يتفرجوا غير هذاك الحس. وهنا كما كنت قلت لكم في الاول كنت لميت لها هذاك الكاطو كاع وغسلت لها هذوك لي بواط راكم تعرفوا الربوش تاعها اكثر منه، وبديت لها بالتسياق. احنا كي نوض الصباح كنت معوله على التسياق، قلت لازم نسيق. احنا قبل ما نشرب القهوه قلت نسيقها. هي صراحه انا من عوايدي ما نبداش الشقه تاع الدار الشغل حتى نشرب كاس تاع القهوه كي نقعد راسي مليح ومن بعد نبدا. مي كانت على قلبي كنت باغيه نسيقها في الليل وماما ما بغاتش. على دي اللي عولت عليها الصباح كي نوض قلت هذيك هي نبدا بها هي الاولى، ومن بعد سهل الحال ومن بعد ندير القهوه ونريح انا وميمتي. لخاطر مع هذوك الايام كانت الناس مازال تغافر، وقلت ما تحتيش كاع شكون يجي نسيقها الصباح قبل ما يجي حتى واحد، باش من بعد ان شاء الله الا جاو مرحبا بهم ماشي في وجوههم نقيس الماء. سمعتوا الدجاج كان يعوعش، هنا كنت غير انا والدجاج والزواوش. كما قلت لكم كان مازال الحال، كانت 28 على دي اللي بكرت لها، لخاطر كنت ناويه نسيق كاع الدار مادام وليداتي راقدين. راكم تعرفوا الا ناضوا ما يخلونيش، راكم شفتوا مشاغب شي يدير مع خواتاته بسلامتهم. تما قلت هذيك هي نبروفيتي نسيق مادامهم راقدين مع الصباح. وصراحه راحه خياتي والله ما كان كيما الشغل تاع الصباح. كي تنوضوا الصباح بكري وتخدموا شقاكم تتهنوا، يبقى لكم النهار تبقاو فيه ليبر. اي حاجه تبغوا ديروها تكونوا متهنيين، سواء تغسلوا الحوايج ولا الفراش ولا تسيقوا ولا تخملوا تكونوا متهنيين. ميم الفطور كي ديروه الصباح تتهنوا، سما تكونوا مريحين في النهار تاعكم. وهي صراحه راحه، ماشي دائما نوضوا بكري نخدموا شقانا، دي فوا يغلبنا النعاس مع التربيه وكاع. الله يحسن العوان والحمد لله يا ربي. هي ناس بكري يقول لك الا غلبوك كثره نوض بكره، والحمد لله خياتي الله المستعان. احنا من داك راني نصور غير بيد وحده، سما راني نقطع ونكمل. دوك نروح للبالكون نقلع كاع هذوك جواريك اكرمكم الله البيدو تاع لابوبال، نسيق مليح ونروح للبيت. هنا من بعد لي ناضوا بنياتي خليتهم في الكوزينه مع ميمتي، وجيت انا هنايا لهاد البيت خملتها. هاد البيت تاع ماما سما خملتها كاع، رفدت حوايجي، كاين اللي حطيتهم فوق الطاقه كاين اللي خرجتهم برا، سما كل حاجه وين ديتها بغيت نصلح في الاول ومن بعد نقيس الماء ونسيقها.
بعد ما كملت السياق تاع الدار كامل جيت هنايا لصال دو با، قلت تاني هو نقيه اكرمكم الله، نزيد نقي تاني السانيتير. هنا بديت بلافابو هذيك الخزانه. وشكون كيما انا الحاجه اللي نلقاها حتى لو كان نعرفها ما تصلحش مي ما نقيسهاش، لاخاطر راني عارفه لو كان نقيسها تولي تصلح، وكنت باغي ندير بها وباغي ندير بها اللهم رضي نخليها بجي ومن بعد نسقسيهم عليها. هذه العفسه راني موالفتها ملي كان بابا الله يرحمه ولا خاوتي ولا حتى الزوج. اما لا نهني راسي كيما راكم تشوفوا هنا اي عفسه راني نلقاها راني نحطها له. كاين الحاجه اللي نعرفها باينه باللي تصلح وكاين شي الحوايج باينين ما يصلحوش، مي معليش هنا الراس هو الصح. ليسونسيال هنا دوك نكمل نرويها كامل، نمسحها نقيها نرجع صوالح اللي فيها ونكمل معكم نهار اليوم. هذاك الروتين اللي كنت شاركته معكم كان مع الصباح، وبعد فوت نهاريا انا وميمتي ووليداتي، وفي العشاء كانوا تشهاو لي بيتزا. قلت لهم معليش نديرها لكم، شوفوا جات ما شاء الله. من بعد ان شاء الله نشارك معكم الوصفه بالتفصيل تجيكم ناجحه وتجيكم طريه وخفيفه كيما تاع برا. شوفوا غادي كي نرفد لكم طرونش تبان. كان هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، مازال باقي لي فيديوهات واحد اخرين عندهم ميمتي ان شاء الله ينالوا اعجابكم. ما تبخلوش عليا بتعليق شباب كيما نتوما ولايك خياتي، ولا كنتي اول مره تشاهديني نقول لك دعميني باشتراك ما غاديش تندمي ومرحبا بك. ولهنا غالياتي مبقى لي غير نقول لكم مع السلامه، في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، سلام.